تبدأ فرنسا إجراءات محاكمة 3 مسؤولين من النظام السوري في قضية مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية في أيار 2024. وأفاد مصدر قضائي الاثنين وكالة فرانس بريس أن المسؤولين سيحاكمون في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة الجنايات في باريس. وستكون هذه المحاكمة التي كشفت صحيفة ذا ناشونال الإماراتية بداية مواعيد انعقادها أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا. ويرجح أن يحاكم غيابيا كل من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك الذي أصبح لاحقا رئيسا لمكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسين، ومدير فرع باب توما دمشق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود، وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية. وكان باتريك دباغ المولود في عام 1993 طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده من مواليد 56 كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقل في تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية. وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، نقل الرجلان إلى سجن المزة حيث تشير التقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله. بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس آب 2028. وبحسب شاهدتي الوفاة توفي باتريك في 21 من كانون الثاني 2014، ومازن كان في 25 من تشرين الثاني 2017. في أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضيا للتحقيق في نهاية آذار، ورد أنه يبدو من الواضح أن باتريك ومازن دباغ تعرض مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاتهما. ويذكر أن النظام السوري مستهدف بعدة ملاحقات قضائية في أوروبا وخصوصا في ألمانيا. وفي سياق آخر، دخلت مظاهرات السويداء جنوبي سوريا أسبوعها الرابع وسط تأكيد على مطالب التغيير السياسي وإسقاط النظام السوري. وبدأ المتظاهرون بالتجمع في ساحة الكرامة صباح الاثنين وسط هتافات تقول: يمجوع جيشك يلا ارحل للأبد، أبو الكيماوي يلا ارحل للأبد. والأحد شهدت بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي وقفة مسائية أمام صرح شهداء الثورة السورية الكبرى بمشاركة أهالي البلدة وبعض القرى المجاورة للتأكيد على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي. ويوم الجمعة خرج أهالي ريف درعا في مظاهرة طالبت بإسقاط النظام السوري في جمعة أطلق عليها اسم جمعة ثورة الكرامة. وتظاهر العشرات أمام الجامع العمري في مدينة بصرى الشام شرقي درعا، طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط النظام ورموزه، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل نحن الثوار الأحرار. كما خرجت مظاهرات في عدة مناطق بمحافظة إدلب في جمعة أطلق عليها اسم ثورة الكرامة. وتظاهر العشرات من أبناء مدينة إدلب في مدرج المشتل، ردد خلالها المتظاهرون عبارات بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين. وفي سياق آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن عودة علاقات بلاده مع مصر قد تقود إلى نتائج إيجابية في العديد من المشكلات الإقليمية خاصة في الملف السوري. وأضاف أردوغان للصحفيين لدى عودته من اجتماعات قمة مجموعة ال20 في العاصمة الهندية نيودلهي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعاه لزيارة القاهرة، مضيفا أنه وجه إلى السويسي دعوة مماثلة، لكن الرئيس التركي لم يذكر موعدا محتملا للتبادل الزيارات بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء. من الشهر الجاري إن على نظيره السوري بشار الأسد الابتعاد عن أي تصرفات تلحق الضرر بمسار التطبيع، وأوضح أنه لا يرى أي خطوة إيجابية من الأسد لإعادة العلاقات مع سوريا. أتت هذه التصريحات بعدما وضع الرئيس السوري بشار الأسد شرط انسحاب القوات التركية من الشمال أساسا لعودة العلاقات. يشار إلى أن محادثات ثلاثية جرت قبل فترة بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 من ديسمبر كانون الأول الماضي، وجرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا في لقاء رسمي كان الأول على المستوى الوزاري بين البلدين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين أنقرة ودمشق. وأعلنت موسكو مرارا عن جهود الروسية لحل الأزمة بين تركيا والأسد وسط حديث عن مزيد من المناقشات بين الطرفين حول آخر التطورات في سوريا والوضع شمالها ومحاربة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عودة اللاجئين.
ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011 قدمت أنقرة دعما أساسيا للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 3 عمليات عسكرية واسعة في سوريا استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. وفي سياق آخر، شهدت محافظة دير الزور شرقي سوريا موجة نزوح خلال الأيام الماضية بسبب الاشتباكات التي دارت بين مقاتلين من العشائر العربية وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قصد، جراء انتهاكات قامت بها الأخيرة ضد مدنيين في ريف دير الزور الشرقي وفق ما يتهمها بها سكان تلك المناطق. ومع تصاعد حدة العنف في هذه المناطق، اضطر عدد من السكان في بعض المناطق إلى المغادرة. أبرز تلك المناطق كانت في ريف المحافظة الشمالي، حيث شهدت قرية الربيضة نزوحا شبه جماعي للأهالي نحو أقربائهم في قرية أبو النيتل، لكن نزوحهم لم يكن بسبب الاشتباكات وحسب، بل كان أيضا خوفا من الاعتقال، كما حصل مع أهالي بعض القرى المجاورة، حيث يقدر ناشطون عدد المعتقلين في تلك المناطق بنحو 150 مدنيا. ويؤكد سالم العلي، اسم مستعار، عندما حاول عبور نهر الفرات واللجوء إلى منطقة الحويجة وسط النهر بعد فراره من مناطق المعارك، في حديثه للجزيرة نت يقول العلي إنه أجبر على البقاء داخل الحويجة مدة يومين مع العديد من الأهالي دون أدنى مقومات الحياة، مؤكدا أن قوات من النظام وقصد استهدفت تلك المنطقة بالرشاشات، ما اضطرهم لمغادرتها سباحة إلى بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي. وتكمن مخاطر عدة أثناء محاولة العبور من مناطق سيطرة قصد عبر نهر الفرات إلى الضفة الشرقية، حيث مناطق سيطرة النظام السوري يضطر فيها النازحون إلى استخدام زوارق نهرية يطلق عليها الطراد، ويضطر الأهالي لذلك بسبب تدمير جميع الجسور على نهر الفرات. وسجل العديد من حالات القتل والغرق أثناء رحلة النزوح، إذ أطلقت قوات قصد النار باتجاه عائلة قررت العودة إلى منزلها في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، وقتلت الطفل أحمد إسماعيل الخاطر وجرحت آخرين، إضافة إلى غرق الطفل حميد القويدر أثناء النزوح عبر نهر الفرات. في هذا السياق، دفع أحمد الزهدي مبلغا كبيرا للنزوح مع عائلته من منطقة ذيبان إلى مدينة الميادين عبر نهر الفرات، رغم المخاطرة الكبيرة التي واجهها مع عائلته وكاد يفقد فيها حياته. وفي حديث للجزيرة نت، أضاف الزهدي أن جميع العوامل تعبر على شكل مجموعات صغيرة تجنبا للتجمع على شاطئ الفرات، خوفا من لفت الأنظار للطائرات المسيرة التي تستخدمها قوات قصد. في المقابل، قال سالم الريس من أهالي بلدة البحر أنه آثر البقاء في البلدة على النزوح رغم الصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية، رفضا للمخاطرة بأرواح أبنائه. تسببت الاشتباكات في نقص حاد للمواد الغذائية الأساسية في ريف دير الزور الشرقي، وباتت الأسواق شبه فارغة من البضائع، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انقطاع الطريق بين محافظتي دير الزور والحسكة، التي تعتبر الشريان الرئيس للمحافظة من البضائع، وفق ما أكده ياسر الشيخ مدير منظمة سما العاملة في محافظة دير الزور. كما تعطل في المحافظة عدد من الأفران بسبب نقص الطحين وارتفاع أسعارها، ولفت إلى تأسيس عدد من الفاعلين في قرى وبلدات الريف الشرقي لجانا محلية لإدارة شؤون الحياة المدنية فيها.